يلا صديق، احمد صديق، يا ولد 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 يا ولد، ولا احلى ولا اجمل ولا اروع من كده، جميله في المقص الشمال، تيم جه الحل، جه الفرج من الضربه الحره المباشره. الله 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 الله، ايه يا ابن الحلاوه دي، وايه الجمال ده، وايه الطعامه دي، والله حتى الان منه لقناوي يلعب عرضيه، صديق وماله 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 وماله، والجول الثاني للنادي الاهلي، وماله بقول له وماله مبسوط وماله مضحك وترتب، واسامه حسني المثال عشان يتقدم النادي الاهلي 2-0 اهي، صحيح جت في الارض وجت في القلب، اسامه حسني رد الفعل جدا عنده عالي عشان يتقدم النادي الاهلي براحه طبعا، واحتمال يسافر المانيا ان شاء الله، و3 شهور ان شاء الله في الملعب. موضوع كبير قوي، احنا ما كناش متوقعين كده. يعني تمزق في العضله ده، انا قابلتك يوم الاصابه وقلت لي هو تمزق، هو الرنين باين ان هو قطع كامل في العضله، لازم عمليه. هتسافر امتى؟ مش عارف لسه والله. ما وانت عامل دلوقتي؟ الحمد لله تمام كويس. يعني ايه رايك في المباراه النهارده؟ لا الحمد لله على المكسب، الحمد لله لسه ما خلصتش، عشان ان شاء الله يكملوا على كده ونكسب ان شاء الله. اتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا يا احمد، سلام. اهلي منتخب مصر الكابتن حسن مصطفى اللي ادى اداء جيد جدا النهارده، كابتن حسن تقول ايه الجماهير النادي النهارده؟ والله انا زعلان من جمهور النادي الاهلي ان هو في الفتره ديت مش واقف جنبنا، وانت شايف زي ما انت شايف الجمهور قليل جدا، ودي حاجه مش يعني مش لعيبه النادي الاهلي مش واخده عليها ان الجمهور ما يقفش جنبنا في الفتره ديت، لان احنا عندنا نقص عدد كبير، فمحتاجين كل اهلاوي يبقى موجود في الاستاد مش يتفرج علينا في التلفزيون. حسن انت حسيت ان البديل فعلا في النادي الاهلي زيه زي اللعيب الاساسي النهارده؟ زي ما قلنا احنا 30 لعيب و30 لعيب زي بعض، يعني فاللي يلعب بيأدي وبيبقى عايز يلعب بيموت نفسه عشان يحجز مكان، والحمد لله رب العالمين احنا اثبتنا ان الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وكسبنا 2، وماتش كان صعب جدا وبعد هزيمه في الصفاقس في بطوله افريقيا، فالحمد لله رب العالمين قدرنا النهارده نكسب ونفرح جمهور النادي الاهلي. مبروك الفوز يا حسن. الله يبارك فيك. منتخب مصر اللي النهارده بنقول فك النحس، ولا ايه رايك يا كابتن اسامه؟ الحمد لله اهم حاجه على ال3 نقط. ببارك لزملائي النهارده اللي لعبوا النهارده، كانوا كويسين قوي الحمد لله، وكانوا رجاله في الملعب. و يعني بشكر جمهور النادي الاهلي اللي كان معانا برده في المباراه، والفتره الجايه بقول انها هتبقى صعبه، محتاجين جهد اكتر من كده برضه. انت كنت مشدود النهارده اصلا في بدايه المباراه؟ طبعا يعني الماتش صعب، وكنا لازم نكسب، مفيش حل تاني، حتى التعادل ما ينفعش، لازم نكسب، عشان كده كان في شده شويه. حسيت ان النهارده ان شاء الله ربنا يوفقك واللي جاي احسن ان شاء الله؟ ان شاء الله ربنا يجعلك. شكرا يا اسامه. شكرا. بعد التوتر العصبي اللي كان على الجهاز الفني في بدايه المباراه، لا بقول الحمد لله، يمكن طبعا احنا عارفين الظروف الصعبه، ويمكن انا كنت متفائل قبل المباراه، وفي ايام ما قبل المباراه كنت متفائل بشكل مميز جدا، ويمكن انا اعلنت على الكلام دوت، فالحمد لله يعني، واتحقق الكلام ده النهارده بشكل ايجابي الحمد لله. شكرا يا فندم. صحته بس النهارده الحمد لله يعني بسيطه الحمد لله، بس في الحاجب ولا في الدماغ؟ عارف انا ما خدتش بالي لسه، هطلع اشوف دلوقتي 4 غرز خفاف كده يعني هاخدهم بعد المباراه ان شاء الله. وانت عامل ايه دلوقتي يعني؟ والله انا دايخ سنه كده، بس يعني ما فيش مشكله يعني، بدايه من الشوط الثاني الواحد يعني الواحد تعبان شويه، لكن الحمد لله رب العالمين الناس كلها اللي موجوده على قد المسؤوليه، واديكوا شفتوا لعيبه النادي الاهلي بتعمل ايه. والله يا اسلام احنا بنهني روح الرجوله فيك، وان شاء الله نتمنى لك المزيد ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا.